أهم فرص العمل اللي هيوفرها مشروع قناة السويس وتنمية محور مشروع قناة السويس. وزي ما دكتور منير تفضل وقال هيبقى عندي مشروعات كتير جدا بالعامية كده أو للتخديم على هذا المشروع أو هذا المحور. نبتديها من الشمال للجنوب. عند حضرتك شرق بورسعيد بتتعمل منطقة صيانة وإصلاح للسفن. ترسانة بحرية بتتعمل تتطور تبقى تبني سفن، يبقى دي في مجموعة صناعات مرتبطة بيها. الحداد واللحام وده 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 في شغل بيتعمل. حضرتك وانت نازلة عند الإسماعيلية في الشرق بتعمل مدينة الإسماعيلية الجديدة وبتعمل فيها مدينة السيليكون أو عشان تنتج اللي هو السيمي كوندكتور اللي بيستعملوه في الدوائر الكهربائية. طفرة ومجال تاني مختلف. بتنزلي شوية السويس، افتكر في مدينة بتتعمل هناك عند العين السخنة، الصين نازلة تعمل صناعات هناك. الدول حتى الأجنبية اللي بتيجي تعمل صناعات ما بتجيبش الاستاف كامل، هي بتجيب الناس بتوع مراقبة الجودة والتصميم وناسك انت بتشتغل. ناسك بتشتغل بتكسبيهم خبرة في مجالات ما كانتش موجودة قبل كده. كل دي صناعات بتتطور. مزارع السمكية اللي بتتعمل في سينا. احنا من العار ان مصر تستورد سمك. طبعا. بحر احمر وبحر ابيض ونهر النيل وبحيرات يعني ازاي ما ينفعش؟ ازاي نستغل الطاقات الموجوده؟ ويمكن اذا سمحتي لي برضو انا محمل برساله بصفتي رئيس رابطه العسكريين المتقاعدين وما بيناشدوا الرئيس. احنا موجودين، احنا طلعنا معاشات في سن صغير ولا زلنا قادرين على العطاء. موضوع تسوية حالاتهم ده موضوع هيتم مع القوات المسلحة، وان شاء الله الرئيس ما اظنش انه هيطول يعني التفاته عنه، هو مشغول في حاجات تانية، لكن احنا متعشمين في الاخير. لكن هم جاهزين يديروا مشاريع. احنا معانا ناس خدت دكتوراه في الاقتصاد بعد ما خرجت من الجيش وعاملين مشاريع ضخمة وافكار وعايزين يوصلوها للرئيس. نفتح الباب. المهم ان الدايره اللي بتوصل للرئيس. ندي للشباب فرصه كمان. ايه؟ وعايزين ندي للشباب طبعا معلش يعني احنا عايزين ندي للشباب كمان فرص. مشكله في مصر مشكله اداره. ايديهم موجوده وسواعدهم. مشكله اداره. نعمل بنك افكار. بالظبط. بنك افكار الناس اللي عندها خبره مع تحط الافكار واللي ينفذها الشباب. صحيح. يبقى انت اشتغلت لان ما انتش محتاج فرصه عمل وما انتش محتاج فلوس. انت محتاج توصل افكارك. صحيح. هنديك الفرصه من الناحيه التنظيميه وندي فرصه من الناحيه التشغيليه. بنتكلم بشكل اقتصادي بقى يعني عشان كاداره بقى. ايوه لا قوي. حضرتك احنا محتاجين الخطه اللي محطوطه للدوله ايه؟ حضرتك عايز تنمي الثروه السمكيه، فين الناس المتخصصه؟ ايه الافكار؟ دي النتيجه النهائيه اللي انا عايز اوصل لها، دي الخطوات، ده الاستاف اللي ينفع اللي هينفذ. انا ببني مصنع ايه؟ هينتج ايه؟ هينتج ايا كان. في النهايه انا عايز المصنع ده، عشان اوصل للمصنع ده محتاج ايه؟ ازاي اوصل له باقل تكاليف، باقل عدد من الناس في اقل وقت. دي معادله. الاداره بالاهداف وحاسب. مفيش مشروع بيمشي كده. انا لما اجي اعمل مشروع ببقى حاطط له مراحل وخطوات. بقول ان انا بعد شهرين هكون حققت كذا، او ما اجي بعد شهرين تعالى حضرتك حققت. حققت. طب كويس، انت كده ماشي على الخطه. لا والله انا ما حققتش عشان كان عندي مشكله في كذا. هل هو عنده حق في اللي بيقوله ولا لا؟ اعدل. لازم اداره. الفتره اللي قبل كده ما كانش في اداره مشروعات، كانت ماشيه على البركه. لكن يعني بقينا نسمع سنه يعني سنتين يعني سنتين وبيتم الانجاز. واذا بقى في هذه الثقافه موجوده تديني امل في بكره. انا بحكم الخبره وبحكم اللي انا شفته اثناء عملي وانا في القوات المسلحه وازاي كنا بنحل مشاكل فنيه في المعدات. يمكن الخبراء الاجانب بيجوا يعني بيستغربوا طبقوها بعد كده عندهم. انا بقول لحضرتك حطوهم في اي حاجه في مجالهم هينتجوا. انا متحيز للمتقاعدين العسكريين والمصر كلها. احنا متحيزين للجيش المصري كله والمصر كلها. بس يعني حضرتك متحيزين بعقد امل. حتى في الظرف الاقتصادي الصعب اللي احنا بنعيشه ان الجيش المصري هو دعم مصر بشكل كبير جدا 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 في الفتره دي. احنا دوله ما عندهاش جيش، احنا عندها فريق